الأستاذ حسام فرج زميلي ومراسل قناة الأهلي، والذي كان في القلعة ولا يزال يغطي احتفالية المنتخب الأولمبي. أستاذ حسام، تحياتي ليك يا دكتور ياسر. والله أنا كنت أتمنى دكتور ياسر إن أنا أقول لك إن الاحتفالية كانت تسير على أكثر من رائع، ولكن اللي حصل من الأستاذ عمرو عفيفي مع الطاقم الخاص بيا، إحنا كنا بنقوم بالدور اللي إحنا مكلفين بيه من قبل قناة النادي الأهلي وإدارة النادي الأهلي. قمنا بالتصوير مع هشام محمد احد اللاعبين المصابين، لكن كان تعبان جدا هشام، وكان قاعد على الكرسي فما قدرش ان هو يخش جوه الحفله نفسها لانه كان متاثر جدا. فاحنا قلنا نصور مع هشام محمد، كان قاعد بره. وانا بصور مع هشام فوجئت بان في حد بيحط ايده على العدسه بتاع الكاميرا، فالفني عندنا بيقول له بعد اذن حضرتك ما ينفعش حضرتك تحط ايدك على العدسه بتاعت الكاميرا لان دي عهده من القناه وانا اتحملها. فوجئنا باحد البودي جاردات من ورا راح ضارب الفني بالبوكس، وراح الاستاذ عمرو راح زيني بايده زقك انت شخصيا. قال لي قناه الاهلي لازم تمشي دلوقتي وكلها بره. قناه الاهلي تمشي، تعملوا شغلكم باي حال من الاحوال. وانتوا ما تعرفوش انتوا بتتكلموا مع مين. قناه الاهلي تحديدا هي اللي تمشي. قال لي قناه الاهلي تحديدا لازم تمشي. طبعا ده الكلام ده جالي الكابتن هاني رمزي يشكر والاستاذ ايمن حافظ كلموني وقالوا لي معلش حاول تهدى شويه، وانا اوعدك انك هتكمل شغلك، اوعدك ان الامر هيهدى شويه بس مش هيسكت انفعله. قلت له احنا مش هنعمل اي حاجه يا كابتن هادي، يا كابتن هاني وجود حضرتك والاستاذ ايمن حافظ ده شيء على راسنا، ما نقدرش ان احنا نتكلم خالص، وانا فعلا هسكت دلوقتي، بس انا هرد على القناه الاول لان انا ما اقدرش ان انا اكمل شغلي الا لما ارجع لاداره القناه الخاصه بيا، لان الكابتن هاني والاستاذ ايمن حافظ كانوا مصرين ان انا اكمل شغلي، ولكن قلت له لا انا هرجع للقناه بتاعتي الاول. ولكن برضه هم بيكلموني الاستاذ عمرو عفيفي صوته كان عالي جدا، والبودي جارد الثاني كان مصر انه يجي يضربني، يعني هو كان عنده اصرار جامد جدا بضربي. يعني هو معاه بودي جاردات يعني ومصر، ده جاي يقول لي انتوا ما تعرفوش انتوا بتتكلموا مع مين، انا هعرفكم دلوقتي انتوا بتتكلموا مع مين بقى. ويا ترى عرفت يا استاذ حسام بتتكلم مع مين ولا ما عرفتش؟ لا والله لسه ما عرفش يا استاذ ياسر. انا كنت اتمنى ان المداخله اقول لك ان الحدث جميل طب انا عايز اسالك استاذ حسام، يعني وخلينا نتجرد حتى من انتماءاتنا المؤقتا للقناه ونبتدي نتعامل مع الحدث بشكل مجرد. تفتكر الاستاذ عمرو عفيفي بيعمل كده ليه؟ والله ممكن تكون في حاجات شخصيه بينه وبين النادي الاهلي، ممكن يكون حاجه بينه وبين القناه نفسها. يعني انا عايز اقول لك انه قناه الاهلي وانا يعني اتحدث عن الاهلي اليوم الذي اشرف بالانتماء اليه، هو اكثر برنامج وقف مع الكابتن هاني رمزي، وده بشهاده هاني رمزي نفسه لما جانا هنا ضيف وقال انه القناه هي اكثر قناه وقفت مع المنتخب الاولمبي وسندته في كل محنه وفي كل ما تعرض له من شائعات ومن مظالم ومن اتهامات ثبت انها غير صحيحه. كابتن ايمن حافظ كان ضيفنا منذ ايام قليله واشاد بانه قناه النادي الاهلي احد الثوابت التي استند اليها المنتخب الاولمبي ليرد على اعلام في معظمه كان معاديا للمنتخب الاولمبي. ادي حكايتنا مع المنتخب الاولمبي كقناه النادي الاهلي. وده فعلا يا دكتور ده اللي حصل. الكابتن هاني رمزي كان فعلا رافض الدخول واحنا معاه. يعني الكابتن هاني رمزي وايمن حافظ كانوا رافضين فعلا، قالوا لا قناه الاهلي لازم تخش، الناس دي احنا عارفينهم كويس والناس دي محترمه ولازم تخش، الا ان هم دخلوا تحت ضغط من مسؤولي فودافون، ومسؤولي فودافون وعدوهم ان احنا هنكمل شغلنا. قالوا يا كابتن هاني حضرتك بس خش وانا اوعدك ان قناه النادي الاهلي هتكمل شغلها عادي جدا. وفعلا مسؤولي فودافون واقفين دلوقتي ومصرين ان قناه النادي الاهلي تكمل شغلها. ده مسؤولي فودافون فعلا كان ليهم كلمه معانا وقالوا قناه النادي الاهلي لازم تكمل شغلها، ولكن برضه وسط رفض الاستاذ عمرو عفيفي والبودي جاردات الخاصين بالاستاذ عمرو عفيفي، في حين ان جميع القنوات بلا استثناء يا استاذ ياسر، وبقولها للمره الثانيه، جميع القنوات دون استثناء كانت بتمارس عملها عادي جدا، عادي جدا جدا. ليه قناه النادي الاهلي بالطقم بتاعها اللي يتم طردها ويتم التعامل معها بهذا العنف، وليه يتم التطاول بالايد؟ احنا وصلنا لعصر الايد، يعني هي بعد الثوره بقت بالايد يا استاذ ياسر. لا، وانا كنت اظن يا استاذ حسام ان احنا بعد يناير ما عادش في حد هيقف دلوقتي ويقول انت مش عارف انا مين، او انت ما تعرفش انت بتتكلم مع مين او بتتعامل مع مين، لانه يعني اثبتنا كلنا اننا سواء، ما فيش حد فينا اهم او احسن او افضل او اقوى من الاخر، يعني كلنا لنا نفس الحقوق وعلينا نفس الواجبات. لكن